مساء الخير يا شباب. حابب أبلغكم إن هيكون في امتحان كويز إجباري على المادة بتاعة اللي هي محاسبة البنوك. الكويز هيكون من 10 درجات، وهيكون بعد بكرة يوم 21 رمضان الساعة 12 الظهر في قاعة ألف سيكشن 2. واللي مش هيحضر منكم هيتم خصم درجات من أعمال السنة. يا دكتور، اعتقد ان احنا مودنا مش مستعد اصلا نمتحن الساعة 2 الظهر، وفي رمضان كمان يا دكتور. تمام ماشي يا سلمى، مفيش مشكلة، أنا هراعي الكلام ده. يا دكتور، امتحان في رمضان ازاي يا دكتور ابراهيم؟ وحضرتك مش قلت لنا مفيش امتحانات تاني والناس روحت محافظاتها اللي من محافظات؟ ازاي يا دكتور هنمتحن في رمضان؟ ازاي الساعه 12 الظهر؟ هو انت بتمتحن مرتدين يا دكتور؟ بتمتحن كفار قريش؟ بتمتحن ملاحده؟ ازاي يا دكتور الساعه 12؟ يعني الناس في العشر الاواخر بتسجد وتسبح ربنا، واحنا رايحين نحل محاسبه بنوك وربا وشهادات استثمار وحاجات حرام في حرام. وكل النجل كلها في رمضان ده حرام في حد ذاته. هتخسرونا دنيا واخره. ده بصوا يا شباب، أنا قلت اللي عندي، وقسما بالله اللي ما يجي الكويز الساعة 12 لا أخصم منه 20 درجة من أعمال السنة، ومحدش يبعت لي برايفت بعد إذنكم. يا دكتور، ما هو ازاي الساعة 12 يا دكتور؟ واحنا رايحين نحرر الأندلس ولا رايحين غزوة أحد مودينا الساعة 12 في عز الظهر؟ يا دكتور، ما الساعة 7 حلوة. وبعدين ازاي يا دكتور الكويز من 10 وحضرتك هتخصم 20 درجة اللي مش هيجي؟ هو حضرتك عشان دكتور محاسبة بنوك يعني بتاخد فوائد هتكبر ربا في الدرجات؟ يعني اللي لو ما جيناش ارفع لنا درجة حلوة. أنا عارف كده كده بنترافع، بس ارفع لنا درجة حلوة. شباب بعد إذنكم حد يبعت لي اسم الولد اللي بيرد عليا ده برايفت. يا دكتور ابراهيم، انا عايز اكشف قسما بالله يا دكتور، انا عايز اكشف لان انا وانا صايم انا بغلط في اعز الناس واغلى الناس عندي، وانت حضرتك واحد منهم. يعني انا فوق دلوقتي بسمع الريكوردات، انا مش متخيل ان انا كلمت حضرتك كده ولا بالطريقه دي. ازاي؟ بقول بلوم نفسي انا حالا دلوقتي، بلوم نفسي لحد دلوقتي بلوم نفسي. بقول انا كلمت الدكتور ابراهيم كده؟ ده ايش الجحود اللي فيا ده يا دكتور؟ لا انا اسف، حقك عليا. ولا تاخد اسم ولا حل، اللي يبعت لك اسم ده عدو خير، خلي بالك انا بحبك.